السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي المتابعين في كل مكان. علشان تتابع مباراة الأرجنتين يا حضرات والجزائر بس مباشر على النايل سات لعام 2026 في كأس العالم، يبقى أنت في المكان الصحيح. هنتعرف مع بعض يا حضرات، ننزل قناة الجزائرية الأولى على قمر النايل سات وإزاي نضيف الشفرة يا حضرات علشان القناة تشتغل معانا بدون أي مشاكل. أولا حضرات بتفتح المنيو بالشكل ده، بتروح على حاجة اسمها تركيب، بتضغط عليه أوكي، انزل على قائمة الترددات واضغط اوكي مباشرة. دوس على الزرار الاحمر في الرموز عشان تضيف التردد. التردد حضرات هيكون 11679، معدل ترميزي 27500، الاستطلاب يا حضرات هيكون افق. اضغط اوكي. قال لك المرسل موجود مفيش اي مشكلة، ما قالكش مفيش اي مشكلة. اضغط اوكي، هيجيب لك علامة الصح جنب التردد وتأكد ان يكون جايب معاك اشارة محترمة. دوس على الازرق عملية البحث. بعد كده حضرات تضغط اوكي مباشرة. التردد ده هينزل لك 6 قنوات باقة الجزائرية كلها حضرات على نايل سات. يا ريت تشترك في القناة وتدعمنا بلايك. بتوقف على القناة كده يا حضرات، القناة بجودة HD، قناة قوية جدا يا حضرات. علشان توقف كده وتضيف الشفرة بتدوس على زيرو من الريموت. دي الشفرة حضرات العالمية الترند على نايل سات اللي هو 11 4 صفار 11 8 صفار. انا مش هقدر اظهر القناة كده الشفرة اكتر من كده حضرات. بتدوس على الازرق حفظ. طيب انت معالج غير الصن بلس والجي اكس، علشان تضيف هذه الشفرة بتدوس على الزيرو، ما بتفتحلكش الخانة دي. بتروح للمنيو، بتروح لحاجة اسمها الوسائط المتعددة، بتنزل على القائمة دي حضرات، بتفتح شرحناها في فيديوهات سابقة، وتكتب اسم المعالج وبيفتح معاك جميع القنوات. بتدوس على حاجة اسمها بقعة، بتفتح معاك القنوات يا حضرات عندي اللي هي شغالة بشفرة البيس. بتدوس على الأحمر، انت هنا اهو. هتجيب البيانات دي كلها منين؟ انا هديها لك يا غالي. هتوقف كده وهديك خد البيانات دي، هي بيانات شفرة البيس يا حضرات. هو فيش حاجة بتكتبها غير اللي هو اللي أول حاجة دي يا حضرات، والشفرة بتكتبها، والاستقطاب هو كان أفقي، ومعدل الترميزي والتردد بتكتبه فوق، وتضغط أوكي القناة تشتغل معاك. وده كلمة البيس يا حضرات على نايل سات. استمتع بالمباراة. المباراة إن شاء الله هتلعب الساعة 4 فجرا بتوقيت القاهرة. توقيت صعب يا حضرات للناس، معظم الناس بتكون نايمة بتروح العمل. وبالتوفيق للمنتخبات العربية. كان معكم أبو البدر سات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.